السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. حاجات كتير حصلت الاسبوع ده في عالم الساحره المستديره هنتكلم فيها كلها، ابتداء من امتداد عقد علي معلول مع النادي الاهلي لنهايه السيزون لحد الكوارث التحكيميه اللي حصلت امبارح في ماتش بيراميدز وسموحه والزمالك والاسماعيلي. فيلا بينا نشوف ايه اللي حصل. مفيش شك كاهلاوي والجماهير الاهلي كلها اهم حاجه حصلت الاسبوع اللي فات هو كان خروج علي معلول على قناه النادي الاهلي بنفسه واعلان بذات نفسه ان هو قاعد وباقي مع الفريق لحد نهايه الموسم. كنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده multiple times في فيديوهات كتير ان علي معلول ما ينفعش ان هو يخرج بالطريقه دي. علي معلول يعني قيمه كبيره جدا في النادي الاهلي واحنا بنعتبره اسطوره، وباجماع الجميع علي معلول افضل محترف جه النادي الاهلي في اخر 20 سنه. فمن هنا نحب نقول له ويلكم هوم معلول، ان شاء الله رب العالمين يرجع لمستواه ونشوفه في الملعب من تاني، وربنا يهدي لنا الحاج كولر. من ناحية تانية النادي الأهلي فاز على بتروجيت 2-1 بهدفي إمام عاشور وجرادي شار. جرادي شار اللي بيثبت يوم عن التاني إن هو صفقة تمام التمام، يعني مش صفقة سوبر ولكن بيأدي المطلوب منه من خلال التحركات، التوقيت المناسب، المكان المناسب عشان يحرز أهداف. هو باين عليه إن هو ستايله حلو، دماغه حلوة، لياقته مش قد كده ولكن دماغه حلوة. مباراة الأهلي وبتروجيت كان فيها فرص ضايعة بالعبيط، لدرجة إن المحللين في النادي الأهلي بيقولوا لكولر إن النادي الأهلي كان ليه 18 فرصة محققة إن هو يحرز أهداف. أنت متخيل؟ يعني احنا لو بنخلص مثلا خلينا نقول 80%، انت بتتكلم في حوالي عن 13-14 جول محققين قدام مرمى بتروجيت. ولكن طبعا استمرارا لمسلسل اهدار الفرص النادي الاهلي بكل رعونه، ومنهم برضو يعني النجم المتالق امام عاشور. امام عاشور اللي لازم فعلا يتفرج على الماتشات بعد ما يخلص ويقعد يفكر هو انا ليه عملت كده، كمان المفروض اعمل كده، الكلام ده كله. هو التطوير بيجي من الموضوع ده، التطوير بيجي من الناحيه دي، انا لازم اتفرج على نفسي وانا بلعب وحاسب نفسي. امام عاشور في حته انانيه شويه ودي حاجه ممكن تكلفنا كتير، فيا ريت يا ريت يسيبوا من الانانيه ويفكر في مصلحه الفريق ككل. كمان المباراه شهدت تالق كريم الدبيس. بس انت لو متابع جيد للفيديوز دي هتعرف ان انا كريم الدبيس ده بتكلم عليه والله العظيم من السيزون اللي فات. يا جماعه لعيبه الكوره بتبان من اللمسه، من الجاريه، من البصه، من الثرو. لعيب الكوره بيبان من الكلام ده. يعني هقول لك على حاجه، مثال مثلا اكرم توفيق. احنا اول ما شفنا اكرم توفيق في الملعب قلنا ان اكرم توفيق ده يعني راجل جدا في الملعب، ليه تدخلاته عنيفه وقويه وبيلعب برجوله. ولكن لما شفنا واحد زي امام عاشور قلنا لا ده لعيب كوره. ليه؟ لان امام هو اللي فرض عليك النظره دي. فلعيب الكوره بيبان. كريم الدبيس اول ما نزل كان بديل لمعلول. كريم الدبيس كان باين جدا من الوهله الاولى ان هو فعلا لعيب كبير. انا ما اعرفش، انا مستغرب كولر ليه مقعده على الدكه قرابه السنه ونص. يعني كنا ممكن مع كل الاحترام طبعا كنا ممكن ان احنا نوفر فلوس يحيى عطيه الله، صح ولا مش صح؟ لو كريم الدبيس كان اخد فرصه يحيى عطيه الله كان ممكن نوفر فلوسه، وكان ممكن مع رجوع معلول يبقى عندك كريم الدبيس اساسي وعلي معلول احتياطي او العكس. عموما الماتش الجاي للاهلي مع غزل المحله، والماتش ده هيشهد عوده ان شاء الله اشرف داري وكمان احتمال كبير وسام ابو علي ان شاء الله رب العالمين. ولاول مره منذ انضمامه للنادي الاهلي اشرف بن شرقي ان شاء الله يكون في القائمه ونقدر ان احنا نشوفه في المباريات. امبارح يا سيدي الفاضل كان في مباراتين في غايه الاهميه في الدوري العام، نادي بيراميدز قدام نادي سموحه. كنت طلعت قبل كده الفيديو اللي فات اتكلمت عن جده وتصريحاته مع ابراهيم فايق، وازاي ان جده بيدعي المظلوميه والحكام كلها جايه على بيراميدز، الاخطاء دي ممكن تغير نتائج ماتشات والكلام اللي قلبك يحبه ده. وجده يعني هو هادي ولبق جدا في الكلام، يعني انت لو شفته ممكن يعني تكاد تجهش من البكاء. المهم امبارح في ماتش بيراميدز وسموحه وعند الدقيقه حاجه و80 الكرة تخبط في ايد علي جبر. مش هنا المشكله، المشكله ان الحكم وقف له كام دقيقه عشان يروح يعمل تشيك مع الفار عاد الكرة كذا مره وايد علي جبر بره جسمه. ما هو انت لو جيت فكرت فيها بقول لك ما دام الايد بمساواه الجسم بتبقى كده او بتبقى من ظهره، وحصلت كتير يعني واحد بقى حاطط ايده على ظهره كده والكرة تيجي في ايده وما تحسبش ضربه جزاء. ولكن علي جبر ايده عامله كده يعني خارج الجسم. اصرار غير طبيعي بقى من الحكام ان الكره دي مش ضربه جزاء. طب ما الكره دي كانت تتحسب ضربه جزاء وسموحه كان فعلا ممكن ياخد 3 بونت، وبيراميدز لو كان عمل اللي ما كانش ممكن ان هو يتعادل. يا كابتن جدو ازاي الحال؟ دي غلطه اثرت في نتيجه مباراه ولا ما اثرتش؟ عد بس علشان الجاي كتير.
وعلى الناحيه الثانيه نادي الزمالك. نادي الزمالك مع اي خطا تحكيمي عن قصد او من غير قصد للنادي الاهلي محطوط فيه، حتى لو الزمالك مش طرف، يروح مطلع لك بيان طويل عريض كده بنرفض ونجهش ونعمل هو عارف جماهيره بتيجي منين. ما سمعناش صوت حد يعني امبارح عن اللي حصل في ماتش بيراميدز ده. لو انت عارف او متخيل ان بيراميدز منافس ليه، هو اللي واخد منك المركز الثاني باخر سنتين او ثلاثه، هو اللي بيلعب دوري ابطال اخر سنتين ثلاثه، يعني المفروض اصلا تكون حاطط بيراميدز في دماغك اكتر من انت حاطط الاهلي على الاقل عشان تضمن المركز الثاني بتاعك. ولا كلمه ولا حرف. ليه؟ الاهلي مش طرف، الاهلي مش طرف. علشان لما اجي اقول لك ان الناس دي بتكره الاهلي اكتر ما بتحب ناديها تبقى تصدقني والله العظيم. وكل يوم عن التاني الموضوع ده بيتثبت حقيقته حرفيا. الناس دي بتكره النادي الاهلي اكتر ما بتحب ناديها، يعني عندها النادي الاهلي يتغلب 1-0 تمام وبيراميدز يكسب ناديها 3-4-0 عادي جدا، ولا الهوا مش في دماغه، هو الاهلي فقط هو اللي في دماغه. امبارح في ماتش الزمالك والاسماعيلي حاله طرد تبان للاعمى، عارف زي برضو ما كان عمر جبر عملها في قبل كده في ماتش تقريبا ماتش سموحه، ولا الهوا. بص مفيش لعيب من الزمالك يطرد. يعني حاله ناصر ماهر دي لو ما كانتش جت على الكاميرات والكادر مفتوح الحكم كان ممكن يعمل فيها من بنا حقيقي، لكن هو الحكم علشان موجود هناك وواضحه زي الشمس، لان لو ما طردش فيها الحكم ده كان ممكن يتشطب، لان كان هيبان تحيزه شديد جدا لنادي الزمالك. حالات الطرد دي بتاثر في المباريات ولا ما بتاثرش؟ اكيد بتاثر. علشان كده بقول لك خليك منصف، خليك حقاني. يعني انا في ماتش الاهلي وبيراميدز طلعت بكل كده شجاعه وقلت لك يا عم لا الطرد طرد ولا ضربه الجزاء ضربه جزاء. وانا على فكره والله العظيم بتضايق لما حاجه كده بتحصل. علشان ايه؟ عشان الاصوات اللي بتطلع بعد المباراه تيجي تقول لك ايه، يجيب لك بقى العاطفه الباطل، ده بطولات الاهلي كلها حرام، ده مش عارف ايه، يقعد يولول زي الايه اللي انتوا عارفينه. على الجانب الاخر النادي الاهلي بعت فاكس مستعجل جدا لاتحاد الكوره، لو سمحت هاتوا لنا خبور اجنبي علشان يدير المنظومه الفاشله الفاسده اللي عندنا بتاعه التحكيم. لا فار نافع ولا تحكيم نافع. وبالنسبه للفار انا عايزك تبص على اللقطه دي بتاعه الاوفسايد بتاع بيراميدز، يعني سيبك من الكره اوفسايد ولا مش اوفسايد، بس بالله عليك هتقدر تحدد ازاي انها جون او اوفسايد من التصوير ده؟ ده موبايل 3810 موبايل نوكيا. احنا بنهرج. انت كاتحاد انت فقير علشان ما تجيبش تقنيه مثلا انها تعمل زوم على اللاين وبتاع. يا راجل ده بره في الدوري الانجليزي والدوريات المختلفه بيجيب لك التسلل ببوز الجزمه بيجيب لك التسلل انما بالتصوير ده انت على انهي اساس اصلا حسبت دي اوفسايد ولا جون؟ على انهي اساس؟ ده اذا كان الخط اللي مرسوم ادخل من اللاعب نفسه. فيا جماعه ارحموا عقولنا شويه، انتوا مش فقراء الله يخرب بيوتكم. المهم بيراميدز كانت 3 نقط وادي اول 3 نقط حرام. ده لسه ما حدش فتش في الماتشات اللي فاتت زي ماتش بتروجيت كده في اول الدوري لما بتروجيت جاب جون واتلغى وما حدش عارف اتلغى ليه اساس. ماشي يا جدو. ونادي الزمالك بالله عليك زبق شكلك بقى عره والله العظيم، والله شكلك بقى عر. مع اي غلطه دلوقتي النادي الاهلي هيجي يقول نادين والناس. انت بتهبب ايه؟ يخرب والله العظيم انت بتهبب ايه؟ ما تخليك ماشي على سطر واحد. ولا هو عشان الاهلي طرف هتقعد بقك هيتفتح والاهلي مش طرف مش هيتفتح؟ يعني ارحموا عقول الناس القطيع اللي ماشي وراكم شويه. ولا ما علينا، هو خلاص اصلا كل يوم فضايحكم بتتعرف للناس كلها. ودلوقتي في عصر السوشيال ميديا ما حدش بقى بيسمي ولا بيخلي، خلاص اتعريتوا حرفيا. المهم النادي الاهلي شكله مش هيلعب ماتش القمه الجاي الا بحكام اجانب، وده مطلب شرعي جدا علشان اللي احنا شفناه من شويه. بصراحه الحكام بتوعنا محتاجين قرصه ود والله العظيم بجد، لان الموضوع بدا يعني الواحد يحس فيه بيشم فيه بريحه فساد، لان الحالات بتبقى باينه للاعمى. وايه فكره انك تروح عند الفار تقعد لك بال10 دقائق وبعد كده تحسب دقيقتين وقت بدل ضايع؟ انتوا جايين تهرجوا يا جماعه. يعني نظام الدوري الجديد فيه منافسه وفي حاجه حلوه. ايه بقى اللي بيبوظ الدنيا كده؟ مين دول عشان يبوظوا الدنيا كده؟ لا بجد والله لا، حكام لازم يبقى معاهم وقفه جامده والله العظيم، لان بصراحه بوظوا الليله حرفيا. المهم حبيت بس اقول لك الليله ماشيه ازاي تمام، ودي بقى ترجع لك انت، اتس اب تو يو تقتنع ولا ما تقتنعش. هي خلاص الدنيا كلها عارفه الدنيا ماشيه ازاي. الزمالك ما دام الاهلي طرف يروح مش فتح لك بقه قد كده، الاهلي مش طرف تلاقيه نايم متغطي باللحاف. كذلك الامر بيراميدز، الاهلي طرف تمام زي الفل، الزمالك الاهلي مش طرف احنا بيس يا مان. الاثنين معمولين علشان الكبير، والكبير مش هيقع ان شاء الله علشان ساندو اكتر من 100 مليون. وصلت بس كده، بيس يا مان.